مساء الخير، مساء الفل على كل حبايبي. هنعمل قرنبيط. يلا قرنبيط. معايا ثمرة من القرنبيط غسلتها كويس قوي، ما قطعتهاش ولا حاجة، خليت القرص زي ما هو. معايا مية سخنة نزلتها فيه وهسيبها تتسلق على ما نبدأ في المكونات بتاعتنا مع بعض. معايا كده كوباية من الدقيق، هحط عليها معلقة ونص من النشا، معلقة من بيكنج باودر، وهنحط بقى ايه ذرة ملح معاها. طبعا النشا حبايبي بيخلي كده قرمشة في القرنبيط، والبيكنج باودر بيخلي القرنبيطة نافشة كده معايا ومش مكتومة. معايا 3 بيضات وعليهم نص معلقة فلفل اسمر. معايا هنا كوباية من اللبن، انا هخلط بلبن مش بمية، اللي حابب يخلط بمية يخلط بمية. ابدأ كده انزل بنص كوباية اللبن واخلط، ولقيتها محتاجة هحط لبن تاني. انا بنزلش بالكمية كلها، لازم انزل واحدة واحدة واشوف السمك اللي انا عايزاه. خلاص خلطت كده وسبت شوية من اللبن. نزلت كده بقى بفلفل اسمر، ونزلت بكمون طبعا عشان القرنبيط بيعمل انتفاخات. أكلة ديت يعني قيمة غذائية عالية، فيها بروتين وفيها ألياف، حاجة جميلة جدا. طبعا انا خدت قطعة كده من الثوم المهروس، نزلت بيها كده على الخليط وقلبت. دي يا حبايبي جبنة موتزاريلا، هنزل بيها كده، بتودي القرنبيط في حتة تانية خالص. طعم جميل جدا جدا جدا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. اقلب فيها كده، انزل بالخضرة بقى على الخليط. هبدأ اقلب المكونات كلها في بعضها، وطبعا السمك اللي انت عايزاه بتعمليه. انا السمك دوت حلو قوي معايا، انا مش عايزه السمك يبقى خفيف ولا تقيل زياده عن اللزوم. خلاص كده خلصت الخليط، هركنه على جنب. اجيب القرنبيطه بقى، كانت استوت معايا وبردت علشان اعرف امسكها اقطعها. انا سلقاها سلق كويس قوي، بحيث ان انا بمسك كده العرق اهو بيتهرس معايا، والقرنبيطه نفسها الثمره نفسها بتتهرس خالص، يعني استوت كويس قوي. انا طبعا مش هرمي العروق ديت ولا حاجه، كل دوت هبدأ افرمه على ايدي كده بالسكينة، فرم ناعم خالص. لو انت مش عايزة العروق ممكن تستغني عنها وتخلي الثمرة بس البيضة، لكن انا هعمل بالعروق بالثمرة بكله. حاجة مفيدة ومش مفيهاش اي ضرر. ابدأ كده افرمها فرم ناعم بالسكينة، بتتفرم معايا بكل سهولة. هنزل بقى بيها كده على الخليط واحدة واحدة. ابدا اقلبها كده واجيب، لقيتها كده تقيله شويه، جبت شويه اللبن اللي كانوا فاضلين حطيتهم عليها عشان تطري الخليط معايا شويه. خلاص كده جهزناها. معايا طاسه على النار فيها زيت سخن، انا مش حاطه زيت غزير يا جماعه، الزيت يا دوبك على قد القلي. هبدا اخد كده بالمعلقه على قد القرص اللي انا عايزاه بقى تخين عن كده، عايزاه رفيع، عايزاه كبير شوية، عايزاه صغير. العملية دي براحتك انتي. هبدأ انزل بقى في الزيت السخن، اهم حاجة يكون الزيت سخن خالص علشان ينزل فيه الخليط دوت ما يفرفتش كده حواليه ويعمل فرفتة كتير، ويبدأ القرص كده يعني ايه يحمر معايا بسرعة من تحت عشان اعرف اقلبه. احمر معايا اهو، وبشيله كده واحده واحده، اشوفه مبشيلهوش مره واحده عشان بيبقى طري، ممكن ايه يعني يتقسم مني نصين او يبوظ مني. لا، اقلب واحده واحده، ولقيت واحده لازقه ولا حاجه في الطاسه اسيبها تكون لسه ما استوتش. الخليط من فوق بيبان انه استوى، من تحت لما بيبدا كده ايه لونه يبيض ما يبقاش عجين،
كده يبقى ايه بدأ يحمر من تحت، ابدأ هقلبه وهيطلع معايا بالشكل ده الحمار بتاعه. انا مطلعاه كده متوسط. لو انت عايزه تحمريه بتحب القرنبيط احمر عن كده متحمر عن كده، حمريه شويه. لو حباه يبقى لونه اصفر كده هيبقى كويس جدا حسب الرغبه. وكل ما اشيل واحده ابدا احط مكانها عشان اخلص نفسي بسرعه واخلص كل الكميه اللي معايا. شايفين؟ طبعا انا مطلعاه كده السوا بتاعه متوسط، مش عايزه احمره قوي. بس اخر طاسه طلعتها حمرا شويه عشان في عندي ولادي في اللي بيحبوا احمر شويه وفي اللي بيحبوا ايه متوسط. يعني عملت الكميه دي كلها وخلصتها مفيش، والطعم كان روعه. طبعا خللت كده معاها بدنجان مخلل وفلفل اخضر، الطعم كان روعه. دول اخر طاسه حمرتها قوي. طعم كان حكايه يا جماعه، جربوها بالطريقه ديت وقولوا لي رايكم في التعليقات، هيعجبكم الطعم جدا. خصوصا التكايه بتاعت الموتزاريلا ديت اديتها طعم حلو قوي. وبالهنا والشفا. وغيري في القرنبيط ما بقاش اللي هو التقليدي بتاع زمان، في يعني اكلات كتير وبالقرنبيط ونوعي فيه وولادك هيحبوه. بعد ما كانوش بيحبوا القرنبيط هيحبوه بالطريقه بتاعتي. سلام عليكم.